السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية فراخ بالبطاطس، لذيذة جدا وبسيطة خالص زي ما انتم شايفين كده. تتبيلة بسيطة خالص وسهلة مديانا نتيجة زي الفل. البطاطس مستوية والفراخ مستوية، اكلة من الاخر. عايزة اوريكم حاجة بس كده بسيطة. شايفين يا حبايبي اكله بسيطه ازاي وسهله خالص. البطاطس زبده مستويه على الاخر والفراخ مستويه. ايه رايكم بقى في الوجبه الحلوه ديت؟ لذيذه خالص. اتمنى ندخل كده الفيديو مع بعض ونشوف احنا عملنا صينيه الفراخ بالبطاطس دي ازاي، وان شاء الله هتعجبكم. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض صينيه فراخ بالبطاطس لذيذه جدا وبتتبيله بسيطه جدا جدا. يلا يا حبايبي نشوف هنعمل صينيه البطاطس بالفراخ ازاي. انا جبت طبق علشان نحضر فيه التتبيله. في البدايه كده انا معايا البهارات بتاعتي اللي انا هستخدمها عباره عن عباره عن كمون وفلفل اسمر وبابريكا وكركم وكاري وكزبره، كل حاجة نص معلقة، ومعلقتين ملح، معلقتين صغيرين، ومعايا عود قرفة. دي البهارات بتاعتي اللي انا هستخدمها وهنزل في الطبق بيها كده. عود القرفة هخليه، انا هقول لكم هنعمل بيه ايه. معايا كمان معلقتين صغيرين عسل اسود. لو عندك دبس رمان حطي دبس رمان، ما عندكيش او صويا صوص ما عندكيش ده ولا ده، ممكن تستبدليه بالعسل الاسود. ومش هيسكر لك الفراخ خالص، بالعكس ده هيخليها طعمها مظبوط وحلو قوي. ومعايا عصير ليمونتين، ومعايا كمان ربع كوبايه من الزيت، ومعايا معلقه من الثوم المهروس. اقلب ده كده كله مع بعضه. وانا هستخدم في الاكله بتاعتنا النهارده وراك. ومعايا كيلو من البطاطس، قشرته وقطعته وحطاه في ميه زي ما انتم شايفين كده. لازم البطاطس تتحط في ميه عشان ما تسودش منك. وكده انا قلبت التتبيله. معايا هنا الفراخ بتاعتي مغسوله ونضيفه ومنقوعه، وجيت بقى بالسكينه وقطعتها كده بالشكل ده كده علشان خاطر ادخل التتبيله فيها كده زي ما انتم شايفين كده. لازم تقطعي الفراخ بالشكل ده عشان تدخلي التتبيله فيها، عشان اللحم بتاعها يطعم بالتتبيله ويبقى طعمها جميل جدا. انا جبت الصينيه بتاعتي اللي هستخدمها، حطيت فيها البطاطس. شايفين سمك البطاطسيه قد ايه علشان يستحمل ما تتهريش مني كده وهي داخل الفرن. عايزه بقى تحطي جزر وتحطي كوسه، تحطي اي خضار انت حباه، ممكن تحطي عادي خالص. معايا كمان قرن من الفلفل الحامي، ومعايا حبايتين من الطماطم انا مقطعاهم بالشكل الصغنن ده. يبقى كده نزلت بالبطاطس والفلفل والقوطه. ومعايا البصل ده بصلتين صغيرين انا مقطعاه جوليان زي ما انتم شايفين كده او حلقات.
هعمل ايه؟ هجيب جزء من التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي وهنزل كده، والجزء التاني هسيبه علشان خاطر اقلب في الفراخ. اقلب بقى ايه التتبيله مع الخضار دوت. قلبت كده الخضار مع التتبيله، احنا حطينا جزء من التتبيله على الخضار، وقلبت كده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. شكله جميل جدا، شايفين الالوان شكلها حلو ازاي. هركن بقى كده الصينيه بتاعتي كده على جنب، واجيب التتبيله، جزء التتبيله التاني اللي انا كنت شايلاه. اروح بقى كده ايه جايبه الفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها ومنضفاها ونقعاها، اروح كده ايه بالتتبيله، واروح مدخله كده في ايه لحم الفراخ علشان يتطعم بالتتبيله من فوق كده ومن تحت كده زي ما انتم شايفين قدامكم كده. قلبت الفراخ كده في التتبيله، وطعمت بقى ايه الفراخ من جوه كده زي ما انا مشرحاها قدامكم كده بالتتبيله عشان يبقى ايه طعمها حلو. ممكن لو عندك وقت ممكن تبيتي الفراخ في التتبيله او تقعديها ساعتين 3، وممكن لو ما عندكيش وقت خالص تشتغلي بيها على طول وتسويها على طول. عندنا هنا البطاطس، انا معايا بقى ايه عود القرفه كسرته كده وهوزعه هنا كده، هيدي طعم بقى ايه وريحه حلوه قوي. واروح جايب بقى ايه الفراخ رصاها على البطاطس كده. اكله لذيذه جدا وبسيطه خالص، ما خدتش اي وقت. هتعملي بقى ايه جنب الاكله الحلوه دي؟ شويه رز، شويه سلطه، حابه تعملي برضو مكرونه مش مشكله، بس الرز هيبقى ايه احسن. زي ما انتم شايفين كده انا رصيت الفراخ في الصينيه كده. في جزء من التتبيله بسيط جدا هنزله كده على الفراخ كده، هيدي برضو طعم حلو قوي. انا مش هحط ميه خالص. معايا ورقه زبده، انا كده ايه يعني نديتها كده بشويه ميه، احطها كده على وش الفراخ. واروح جايبه ورق الفويل. في الوقت ده بقى انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200. هدخل فيها صينيه ايه الفراخ، هتقعد من ساعه لساعه وربع. بعد الساعه هروح فاتحه البوتاجاز وحايشه ورق الفويل اللي انا هحطه وورق الزبده وايه، واحط صينيه الفراخ تحت الشوايه. يبقى ساعه هتستوي فيها الفراخ، وربع ساعه عشان خاطر وشها يحمر وتستوي كده من فوق يبقى شكلها جميل وطعمها احسن. يبقى ايه كده بورق الفويل. هحطها في الفرن تستوي. وعايزه اقول لكم على حاجه، يعني انا هحطها ساعه وربع علشان خاطر انا عندي الوراك بتاعتي يعني ايه وسط مش كبيره. اما لو انت عندك الوراك بتاعتك او الفراخ بتاعتك كبيره ممكن تقعديها ساعه ونص، يبقى ساعه وربع تستوي وربع ساعه تحت الشوايه. دلوقتي انا هحطها في الفرن زي ما انا قلت لكم هتستوي، وبعد كده ايه اوريها لكم. ايه رايكم كده يا حبايبي في صينيه الفراخ؟ عملنا النهارده مع بعض صينيه فراخ بالبطاطس لذيذه جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه، ريحتها خطيره، حلوه بقى مستويه والبطاطس مستويه. شايفين شكل الصينيه جميل ازاي؟
شايفين البطاطس دايبه دوب والفراخ مستويه على الاخر. ايه رايكم بقى كده؟ طعمه طعامه، عايزاكم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ايه رايكم؟ هاخد بقى ايه كده مع البطاطس بقى الخطيره ديت كده، طبق تحفه. الله بقى، شايفين بقى الخضار والبطاطس، الله عليه. ايه رايكم بقى كده؟ اكله لذيذه وبسيطه جميله جدا. الفراخ مستويه دايبه كده زبده. انا الفيديو بتاعي كده خلص، واتمنى كده من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم، تتفرجوا عليه ان شاء الله هيعجبكم. سهل وبسيط وما بياخدش اي وقت، واكله سريعه، اكله منقذه ولذيذه جدا. حته فرخه، حتتين بطاطس، شويه سلطه، شويه رز، وبالهنا والشفا اللي هياكل. اذا عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. عايزه اقول لكم على حاجه يا حبايب قلبي، عايزين كده ندعي من قلبنا كده، وندعي كلنا كده ان ربنا ينصر غزة على إسرائيل المفترية. ربنا ينتقم من الظالم، وإن شاء الله ربنا ينصرهم بإذن الله. مع السلامة.